عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج صورة التقوى. وفي الحلقة دي بنعمة ربنا سنتناول شخصية امرأة لوط اللي ظهر فيها وبوضوح هذا القول: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. عشان كده تعال معي أخي الحبيب المشاهد إلى سفر التكوين أصحاح 19 وعدد 16. تقول كلمة الله: ولما توانى أمسك الرجلان بيده. الكلام عن الاثنين ملائكة اللي ربنا بعتهم لسدوم للوط عشان يطلعوا لوط وكل من معه، لأن الرب كان حكم على سدوم بالنهاية المأساوية وهي حريق النار. فربنا بعت اثنين ملائكة إلى لوط. ولما توانى أمسك الرجلان أي الملكان بيده، يعني بيد لوط، وبيد امرأته امرأة لوط، وبيد ابنتيه، لشفقة الرب عليه، وأخرجاه خارجا ووضعه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتك. ده كلام الملكين للوط وكل من معه: لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. إيه اللي حصل بعد الكلام الواضح ده؟ دي كلام واضح وصريح. اللي حصل في عدد 26 تقول كلمة الله: ونظرت امرأته أي امرأة لوط من ورائه، والنتيجة فصارت عمود ملح. والرب يسوع تبارك اسمه في إنجيل لوقا أصحاح 17 وعدد 32 يقول: اذكروا امرأة لوط. وانطلاقا من قول الرب يسوع اذكروا امرأة لوط، يعني معناها افتكروا اللي حصل لامرأة لوط، افتكروا ما حدث معها، لأنه ما حدث معها سيحدث مع الكثيرين لا سيما في الأيام الأخيرة. الوصف اللي احنا بنتأمل فيه في هذا البرنامج وهو الوصف الأخير من الأوصاف 20 التي وضعها الروح القدس على لسان بولس في تيموثاوس الثانية 3 وعدد 5: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وبالنسبة لامرأة لوط، امرأة لوط كان لها مظهر التقوى. مظهر التقوى أنها سمعت الرسالة، سمعت كلام ربنا، سمعت كلام الملكين بالرسالة ربنا بعتهم مخصوص عشانها. مش بس كده، لكن في كلمة هنا بتلفت انتباهي جدا، كلمة وبيد امرأته. يعني تخيل ان الملكين هم وطالعين من سدوم مسكوا ايد لوط ومسكوا ايد مرات لوط. هقراها لك مرة تاني: ولما توانى أمسك الرجلان أي الملكان بيده وبيد امرأته. واخد بالك معايا؟ يعني الملاك أو الملكين كما قال الكتاب مسكوا إيد امرأة لوط. ليه؟ عشان تطلع من سدوم، وسمعت الرسالة اللي سمعها لوط. صحيح الكلام كان موجه بصفة خاصة للوط: اهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، بس الكلام كان على مسمع الكل، وكل اللي كانوا مع لوط مراته والبنتين سمعوا الرسالة دي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن قلبها تعلق بسدوم، قلبها منجذب نحو سدوم، عشان كده بصت ورا. أنا أعتقد أن نظرة امرأة لوط الوراء عايزة تشوف هو فعلا الكلام ربنا هيتم وهينزل نار من السماء عشان تولع في البلد. معقول الكلام ده هيتم؟ قلبها متعلق بأمور كتيرة في سدوم، يمكن مأكولات، مشروبات، ملبوسات، أمور كتيرة كانت متعلقة قلبها بها في سدوم. طب مش ربنا قال ما حدش يبص ورا؟ هي بصت ورا، وكانت النتيجة صارت عمود ملح. هل تعلم يا أخي المشاهد أن إلى اليوم لا زال هناك عمود في طريق الأردن يحمل جسد امرأة، وهو عمود امرأة لوط لغاية النهاردة؟
والرب يسوع تبارك اسمه وقال اذكروا امرأة لوط. والهدف من هذه الحلقة أنك تتذكر امرأة لوط وتتذكر ما حدث مع امرأة لوط. أخي الحبيب، عايز ألخص امرأة لوط لحضرتك في عبارة عشان ما تنساهاش، وهذه العبارة هي أن امرأة لوط خرجت من سدوم لكن سدوم لم تخرج منها. امرأة لوط تعلق قلبها بسدوم وبأمور كثيرة في سدوم. طلعت من سدوم جسمانيا لكن لم تخرج من سدوم لا عقلا ولا قلبا، هي بس بجسدها طلعت شوية. كونها تبص لورا معناه أنها متعلقة بأمور كتير في سدوم ما سابتهاش. وبشوف في دي صورة لشخص متدين، شخص ربنا أنعم عليه إنه ربنا بنفسه مسك إيده. تخيل الملاك مسك بيد امرأة لوط. معلش يا أخي المشاهد، خليني أسألك سؤال. لو في يوم من الأيام الملاك ظهر لك ومسك إيدك وقال لك تعالى أنا همسك إيدك وهمشي معاك شوية، اوصف لي تبقى مشاعرك إيه؟ ده أنت ساعتها تتمنى لو تاخد صورة سيلفي مع حضرة الملاك وتحطها على الفيسبوك وتقول يا سلام مع الملاك فلان، حاجة روعة. الملاك بنفسه ظهر لي والملاك بنفسه مسك إيدي، يا للشرف. طب يا رأيك امرأة لوط شافت ملاك، امرأة لوط مسك إيدها الملاك وفي الآخر صارت عمود ملح. ليه؟ ليه؟ اسأل نفسك ليه؟ ليه؟ لأن القلب لم يتغير. القلب ظل متعلقا بمغريات سدوم وممتلكات سدوم وكل ما تحمله سدوم. وسدوم رمز للعالم اللي احنا بنعيشه. العالم ده مشبه بسدوم. كلمة سدوم معناها محترق، والعالم اللي بنعيش فيه ده آخرته حريق النار، كما قال الرسول بطرس ستحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. أخي المشاهد، أرى أن كثيرون من المسيحيين في هذه الأيام يشبهوا امرأة لوط، وإلا ما كانش الرب يسوع بفمه الكريم قال اذكروا امرأة لوط. أرجوك فكر معي في الحقيقة دي. الهدف من البرنامج ده مش إنه يأنبك أو يوبخك، لا، لكن الهدف من البرنامج ده والحلقة دي بالذات عن امرأة لوط عشان تفكر، هل أنا زي امرأة لوط؟ هل الدين بالنسبة لي تأثير وقتي؟ هل الدين بالنسبة لي أفتخر إني شفت ملاك وإن الملاك مسك بإيدي، أو إن ربنا أخذ بإيدي في أمر من الأمور وأنقذني أو سدد احتياجي أو عمل معي معجزة؟ لا، ربنا بيقول لك لو أنت مسيحي بالاسم ولو أنت شخص تمتعت بمعية ربنا ومسكة إيده، في ترنيمة جميلة بيقول فيها عدد كده: لولا مسكة إيدك أنت كنت ضيع ويا اللي ضاع. صحيح، لولا مسكة إيدك يا رب كنت ضيع ويا اللي ضاع. أخي العزيز، هل اختبرت في يوم من الأيام مسكة إيد ربنا ليك أنقذك في موقف صعب أو سدد احتياج عندك أو شعرت بقربه في موقف صعب كنت أنت محتاج إلى إيد ربنا فيه؟ على فكرة، كون ربنا يعمل كده معاك ليس دليلا على أنك أنت من جواك مؤمن أو مغسول بدم المسيح إطلاقا، لكن ده معناه أن ربنا بيعاملك باللطف عشان يقول لك تعالى لي. أم تستهين بغنى لطفه وطول إمهاله، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. ربنا بيعاملك باللطف زي ما تعامل مع امرأة لوط. امرأة لوط الملاك مسك إيدها، وانت كم مرة ربنا مسك إيدك؟ كم مرة لما صرخت له استجاب صرختك؟ كم مرة كنت رايح مشوار وكان ممكن العربية تعمل حادثة لكن أنقذك من موت محقق؟ كم مرة؟ ده مش معناه ان انت احسن واحد في الدنيا، او ده مش معناه ان انت خلاص بقيت قديس، لا، لكن ده معناه ربنا بيقول لك انا بتعامل معاك باللطف، تعالى جرب مني، اختبر صلاحي،
اختبر محبتي ليك. أخي المشاهد، صوت الرب لك في هذه الحلقة: تعال بتوبة حقيقية. بلاش تكون بتاع مظاهر، بلاش تبقى من بره كما يقولون باللغة العامية من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. لا، ربنا عايز يغير اللي من جوه. ربنا عايز يدخل حياتك ويغيرك. تسمح له يدخل لحياتك؟ اسمح له انه يدخل حياتك ويغيرها. اسمح له انه ينظفك من كل خطية، وابتدي معاه بداية جديدة. ابتدي مع ربنا من الليلة، من النهاردة انت وبتسمع الحلقة دي. ابتدي مع ربنا بداية جادة. كيف تكون البداية؟ بالتوبة الحقيقية. قل له زي ما قال له العشار: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. العشار نزل إلى بيته مبررا، وانت وبتسمع الحلقة دي هيتم فيك هذا القول المبارك: نزل إلى بيته مبررا. اسمع كلام ربنا وما تأجلش التوبة، والرب معك في حلقة أخرى. آمين.